وكل حاجه، بس ماشي كويسه هتخش في سيستم خربان هتبوظ. ما هو ده اللي كنت برجع له بيه. الزمالك لديه العديد من المهارات، شيكابالا، مصطفى فتحي، ايمن حفني، ستانلي. بس قطع ممكن قطع حديثك؟ قطع كلامك ممكن بس ثانيه واحده. فردي، وده اللي انا بتكلم فيه من طول السنه. تمام. سنجل. مشكله الزمالك حد لما كنا بنتكلم وكان علاء وضياء طالع معانا، ده ابو كلمه زكي. كل اللعيبه دي لعيبه كوره هايله ما شاء الله. ايه؟ فرديه. النادي الاهلي بقى هسألك سؤال مهم. قبل ما نقطع عشان عايز اخد برضه رايك. دي نقطة غاية الأهمية، واعتقد ان جمهور الزمالك هو دول بيفكر فيها. اتفضل. هل بعض اللاعبين تقدر تحولها من الفرد الجماعي، وبعض اللاعبين هي حفظت ان هي تبقى فردي صعب ان انت تدخلها في نظام؟ حتى لو هي فردي انت بتدخلها في النظام. ما تقولش لك الفني عمل ايه؟ انت مدير فني تعمل ايه يا خالد؟ هو ده مدير فني. ما ده مدير فني كل ما الباشا كلها مش زي بعضها. علاء، ضياء، طارق، خالد، علاء، كله مش زي بعضه. توظف انت حضرتك بقى مدير فني عندك واحد مهاري بس فردي. انت حضرتك بسرعه كده ازاي توظف مهارتك اللي ربنا مديها لك دي والموهبه دي لصالح الفريق، مش لصالح لمزاجي. مزاجك دي في الفترات الرمضانيه لما نيجي نعمل كده، نقعد نضحك، نلعب في الشارع في اي حته، جنينه متع في الجنينه عشان ضيع. الشارع دلوقتي مفيش شارع؟ حتى في الشارع في الشارع كويس، متع نفسك زي ما بتحب. انما داخل فريق وداخل سيستم بتاع تيم، لا انت ملتزم بالكلام اللي بيقوله المدير الفني. ده بقى الفروقات اللي انا بتكلم عليها بين دايما النادي الاهلي والزمالك. ممكن تلاقي مهاريه في الزمالك اعلى، لكن مهاريه اللعيبه الاهلي وجماعيه فردي واداء وجماعيه الاداء وتوظيف الاداء وتوظيف مهارتي للفريق في الاخر بيديك النجاحات اللي بيشوفها النادي الاهلي النهارده. كل النجاحات اللي عملها النادي الاهلي من زمان مش النهارده هي دي. ده السر، ده السر. السر الناس مش عارفاه. السر مش هجيب امهر لعيبه احطها في فريق واحد. طب وبعدين انا في الاخر بجيب اللعيبه اللي انا محتاجها، مهاريين وكل حاجه. بس المفهوم ده اللي جوه النادي هو ده بقى الصح، انك ازاي جماعيه، والجماعيه دي مسؤول عنها واحد بس، هو المدير الفني مش حد تاني يا اخي. الشخصيه نفسها، شخصيه المدير الفني بتبقى في كلام بتشوف قال كل كده. تصدق انا شايف شخصيه المدير الفني في الملعب هو ده. انت بتحس كده في فرقه بتقول كده، انا حاسس ان فلان في الملعب، حاسس ان المدرب واقف في الملعب. هو ده مدى نجاحك كمدير فني. هو ده. حابب تعقب شكلك. كلنا حابين نعرف. لا تعلمت موضوع صعب جدا. لا ده انا لسه هرجع لك. لا ده انا لسه هرجع لك 12. لا هرجع لك نقطه، يعني نقطه بس هرجع لك فيها في النادي الاهلي مع الكابتن علاء. بس تعقب على كلام كابتن علاء بالنسبه لنادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك. طبعا يعني هديك مثل بسيط جدا، ومش هتكلم كتير فيه. يعني احنا عندنا في نادي الزمالك اللعيبه، عندنا السافل، الاخطبوط، الغضبان فرق، كل اي حاجه عندنا. عندنا الحراق، عندنا الاخطبوط، عندنا السافل، عندنا. اشمعنى الالقاب دي بتطلع على لعيبه نادي الزمالك بس؟ اشمعنى؟ وانت ما بتاخدش بطوله، وانت ما بتاخدش حاجه، وانت ما بتعملش حاجه. لما بيطلع لقب، والقاب كتيره جدا معروفه، يعني لما بيطلع لقب على حد بيبقى ايه؟ بالانتاج، بالبطوله، بالتدريب، الانجاز اللي عمله. بتفاصيل ايه؟ يعني لعيبه نادي الزمالك اللي تواجدت الفتره دي اللي متواجدين، احنا خدنا دوري والسوبر اتنين كاس. ده مش كفايه انك انت الاسماء ديت اللي سماها الجمهور بشكل كبير جدا، مش كفايه ان انت تعملها. ودي يسال عليها بصراحه الجمهور، لان كنا محتاجين كتير عشان اللعيبه دي تعمل بطولات. انا بكلمك بامانه. طب ما هو لعيبه النادي الاهلي موجودين وبيعملوا بطولات، وكل واحد ما بلاقيش حد اسمه بيطلع له اسم كده غريب يخش جوه المنظومه اللي هو بيقول لك عليها. ودي اللعب الجماعي ده بتاع المدير الفني فقط لا غير. انما لما باجي يا كابتن ضياء والكباتن كلهم الحمد لله، الاستوديو بتاعنا الحمد لله كل مدربين الحمد لله، لما بتيجي انت بتجبر اللعيب انه يلعب فكرك واسلوبك انت. لما تقول له لمسه ولعبه، او لما تقول له لمستين ولعبه، ويجي يعمل حاجه مختلفه ويكررها مره واثنين، تعال شوف غيره. هو ده. لا والتجربه نجحت مع نادي الزمالك، مع فريق. خلي بالك انا جاي كانت ايه يا كابتن ضياء كمان؟ كانت تجربه ناحيه دفاعيه بس، حتى خلى كل المهارات طالما هم ما بينفذوش اللي بيقولوا غالب على ونجح بيه. بالظبط. ونجح بيه. هو عمل ايه بقى؟ قلل الحته اللي هي كنت بتلاقي مين مهاره موجوده، حتى ايمن حفني كان ساعات كان كهربا وحيد بس. ايمن حفني ده احسن مواسم ايمن حفني كان بس. هو تاني غير دول. المهم انا خالد بسرعه كده، انا كمدير فني مش هحرمك من المهاره اللي عندك.
بس هو الذكاء استعملها امتى؟ بس امتى؟ ما ينفعش انا كمهاري استعمل مهارتي في نص ملعبي، استفدت منك ايه؟ انما انت في التلت الاخير استعمل مهارتك على عيني وعلى راسي، هو ده اللي بيفرق. لا وانت في كل حاجه، انت في ماتش دوري، انت في نهايه موسم بعد ما تاخد الدوري بالظبط. انت ربنا انعم عليك بالموهبه، انا من ذكائي ما منعكش منها، لكن ازاي تستغل الموهبه، تستغل مهارتك انت في الملعب، توقيتها ايه؟ هو دي المشكله. تاكيدا لكلامك، هو ده اللي اخر كابتن ضياء اللي علي معلول في الظهور وكان بيلعب صابر رحيل شويه، هو ده اللي اخر صالح جمعه رغم الحاجات اللي كانت بتقول لك ليه الكابتن حسام البدري ما بيلعبش صالح جمعه وما بيديلوش ليه من الاول عشان يعرف يعلمه ازاي يخش في السيستم. هو ده اللي اخر ظهور اجاييه نفسه وتقييم الكابتن حسام البدري ليه في اول ظهوره مع النادي الاهلي، وتوظيفه ان هو عشان يدخله في السيستم بشكل معين، هو ده اللي مخلي عماد متعب ما بياخدش حاجات كتير او زمن كبير.